سلام. من بعد ما الحلم تحقق والمغرب اخيرا غادي ينظم كأس العالم 2030، اللهم لا حاسب. اجي نشوفوا دابا شنو تابعنا في هذا كأس العالم وشنو غنستافدوا حنا كمغاربه. هذه واحد الدراسه دارتها شركه سوجي كابيتال، هي تابعه البنك الشركه العامه سوسيتي جينيرال. كتقول هاد الدراسه باللي تنظيم كأس العالم غادي يوفر بزاف تاع المزايا للبلاد، واول حاجه السطوع ديالو بحال شي نجم على المستوى الدولي، والعالم كامل غادي يولي يهضر على المغرب، وبالتالي هاد المسابقه غادي تعطي للمغرب فرصه ذهبيه باش يبان على المستوى الاعلامي والسياحي بشكل غير مسبوق. يعني السياحه غتجي بشي حاجه ما عمرنا شفناها كاع، وبطبيعه الحال هذا الكأس غادي تحرك عجله الاقتصاد، واللي ما عمره خدم غادي يخدم مع هذا كأس العالم، وغادي يكون عندها تأثير ايجابي على كاع القطاعات بصفه عامه. شركه سوجي كابيتال اللي دارت هذه الدراسه قالت باللي تنظيم كأس العالم خاصو استثمارات ضخمه بزاف، خصوصا في البنيه التحتيه والفنادق والملاعب، وزيد 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 وزيد. وهذا الشيء كامل اللي قلت دابا غادي يوفر فرص الشغل للشباب المغربي. كأس العالم غادي يكون واحد الحافز بالنسبه للتماسك الاجتماعي والوحده الوطنيه، وغادي يكون فرصه لتحقيق التقاء الحضارات. وما تنساوش الاستثمار في البنيه التحتيه غادي يخلي واحد الارث مهم للمواطن المغربي. يعني ملي غادي يسالي كاس العالم ماشي غادي يهزوا معاهم البنيه التحتيه وغادي يردوها لعندهم، ديك البنيه التحتيه اللي استثمرات فيها المغرب في كاس العالم غادي تبقى في المغرب وغادي يستافد منها المواطن المغربي. اجي دابا ندخلوا للصحيح. التكلفه ديال هاد كأس العالم المباركه مسعوده، التكلفه ديال تنظيم كأس عالميه كما كان النوع ديالها كتراوح ما بين 15 و 20 مليار دولار. ملي كنقولوا ما بين 15 و 20 مليار دولار يعني كاين الدول اللي ما عندهمش بنيه تحتيه وما عندهمش فنادق يعني يقدروا يوصلوا حتى ل 20 مليار دولار. في هذه الحاله المغرب على حسب الدراسه حدو حد 15 مليار دولار، غتقسم على 3 دول، المغرب واسبانيا والبرتغال، ونصيب المغرب من هذا الزرده هو 5 مليار دولار. يعني المغرب خصو يوفر 5 مليار دولار باش ينظم هذه الكأس العالميه، وهاد 5 المليار هي تقريبا 52 مليار درهم. الدرهم ينطح الدرهم، وغادي تقسم على هذا الشكل: 17 مليار بناء وتجديد الملاعب، 8 مليار مراكز التدريب، 17 مليار النقل والبنيه التحتيه، 10 مليار تكاليف تنظيم العام. من هاد 52 مليار الدوله خاصها توجد 25 مليار درهم، اي تقريبا نص ديال الميزانيه ديال التنظيم باش تبني الملاعب ومراكز التدريب، وخاصها تخرجها من الميزانيه ديال 2024 حتى 2030. المشاريع تاع البنيه التحتيه والنقل غادي تكلف بهم المقاولات العموميه عن طريق الاعتمادات البنكيه او اللجوء الى سوق الدين الداخلي الخاص، اي الكريدي تاع الابناك المحليه. هاد الفلوس اللي غادي تخرج سواء من الميزانيه او من الدين الخاص ديال الابناك، كتقول هاد الدراسه باللي خاصها تكون بلا ارتفاع اسعار الفائده، وبالمقابل مع هذا الشيء الابناك غادي يديروا لاباس وغادي يخدموا في الكريديات مزيان،
خصوصا في مشاريع البناء، حيث النسبة الكبيرة من الميزانية غادي تمشي بنية التحتية، ملاعب والطرقات. قطاع السياحة حتى هو غادي يستافد من هذه الزردة. ومنين كنقولوا قطاع السياحة يعني المطاعم، الفنادق، صحاب الطاكسيات، القهاوي، مولين المحلابات، مولين الحوانت، وكاع الخدمات اللي تكونوا قراب من المواطنين. ملي كنقولوا المواطنين راه تنهضروا حتى على السياح اللي غادي يدخلوا للمغرب بشكل كبير بزاف. وكما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ما عمرك توقع الحجم ديال السياح اللي غيدخلوا للمغرب في هذا الكأس العالمي. السياحه اللي غادي تعرف واحد الازدهار كبير في كل المدن المغربيه، وما غاديش تبقى حكر على المدن المعروفه بحال مراكش واكادير الى اخره. يعني كل شيء غادي ياكل الخبز. قطاع الاتصالات حتى هو غادي يربح من هذا الافير من خلال زياده حركه المكالمات والبيانات الدوليه، وهذا الشيء غادي يخلي شركات الاتصال حتى هما غادي يربحوا مزيان من هذه الزرده، وغادي تلزم عليهم باش يوفروا تقنيه الجيل الخامس، يعني 5G. ما يمكنش واحد الصحفي غيكون مثلا داير التغطيه ديال واحد المقابله وغتبدا تمشي ليه كونيكسيون، ولا تكون الكونيكسيون ديالو ضعيفه، يعني شي حاجه مجهده بزاف. وال5G في هذه الحاله خصها تكون ضروريه. هنا غادي نكونوا سايدين الفيديو. كنتمنى من الله يوفقنا في هذا الحفل العالمي ونعطيه واحد الصوره ايجابيه وزوينه على بلادنا كيف ديما. والمغاربه معروف عليهم الجد والمثابره، ومعروف عليهم ملي كيديروا شي حاجه في راسهم كيوصلوا ليها. وخير دليل هذه الكأس العالميه. المغرب من 1994 هو كيحط لي الوصي ديالو باش ينظم كأس العالم، وما هنا ليه البال حتى شدها. الحمد لله هذه المره تيسرات، والمغرب قدر يفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2030. كنتمناو ان شاء الله الدخول بالرباح وبالصحه والعافيه على كاع المغاربه، والازدهار لبلادنا المغرب، وديما مغرب وبسلامه.